السلام عليكم بناتي، مرحبا بكم دائما مع خالتكم. كما راكم تشاهدوا معايا اليوم جبت لكم كيك في حجم صغير، حجم فردي، يجي شباب ويجي هشيش ويجي خفيف، يجي كما تاع المحلات. اوليولي ديري واحد كبير، ديري شحال من واحد. يلا نبدو على بركه الله، بسم الله. وما ننسوش نصلوا على حبيبنا رسول الله. في الوصفه تاعنا وصفتنا نحتاجوا لها 2 حبات تاع بيض كاملين يكونوا على درجه الغرفه، وعندنا كاس غير ربع تاع السكر. تبغي تزيدي الحلاوه عمري الكاس. نجيب الباطيغ تاعنا ونضرب داك السكر وداك البيض حتى يضاعف لي الحجم تاعه، نضربوه غايه حتى اللون يختفي كاع والسكر ما يبقاش يبان، يبقى صاي درك كاع. هنايا زدت الزيت، زدت كاس غير ربع تاع زيت، ماشي معمر، كاس غير ربع تاع زيت حطيتها على دفعات والباطير تخدم، ما حبستهاش، بقيت نضرب وهي كما نقولوا نكب في الزيت على هذا الشكل كما هكذا نضرب. زدت هنايا قرصه تاع ملح، زدت مغرف تاع لافاني، اللي عندك سائله ديري، عندك بودره ديري، وهنايا الكاس غير ربع ثاني تاع حليب. نضرب هاد المكونات مع بعض باش كما نقولوا السوائل كاع مع بعض، وان شاء الله هاد الوصفه نرضاكم وتعجبكم وتجربوها وتقولوا لي كيفاش يجي هاد الكيك. يجي للمناسبات، يجيكم للضياف، القهوه العصر، يوالم لكل حاجه. هنايا درت 2 كيسان تاع فرينه و2 ساشي تاع فرفاره اللي هي خميره الحلويات، وزن 10 غرام 10 غرام، يعني المجموع عندي 20 غرام. مغرف خل تاع ماكله ماشي تاع قهوه. هنايا كيما راكم تشاهدوا غادي نوخر الباطير ونروح نجيب الفوي. هنا بالمضرب اليدوي ندخل ديك الفرينه غايه، هنا غير بالمضرب ونبقى ندخل خاطر لو كان نضربوا كيما نقولوا نديروا الباطير يدخل لنا الهواء بزاف والكيك تاعنا يجينا خفيف فوق اللازم. حنا ما نبغوه خفيف، ما نبغوه مدكس. دوك تشوفوا معايا في اواخر الفيديو، تشوفوا معايا الكيك تاعنا من نحلها لكم. نضرب غايه حتى الفرينه كاع تختفي لي. هنايا الخليط جاني شويه خفيف، كنت معمره الكاس، درت حوالي 2 مغارف تاع ماكله بومبي، ما درتش بزاف غير باش يجيني هذاك هو اليوم. الخليط تاعنا ما يجينا جاري بزاف، ما يجينا ثقيل بزاف، ماشي كما تاع المسكوتشو، ماشي هذا طريقته. هذه هي اللي نخدموا بها الكيك تاع المحلات. ان شاء الله تعجبكم وصفتي بناتي وخواتاتي. ما تنسوش غير تبارطاجوا مع احبابكم وصحاباتكم، واللي تبغي واللي دير الوصفه تخلي لي كومونتير شباب كيفها باش تعم الفائده للجميع. هنايا غادي نقلع شويه على جهه، غادي تقولوا اش غادي ديري بيه، دوك تشوفوا معايا اش غادي ندير به. نقلع حوالي 2 مغارف ولا 3 من الخليط الابيض فانيلا، وغادي نحطها على جهه. نروح نجيب هنايا كاكاو عندي مغرف ونص. انا عندي هنايا هذاك المليح، ماشي النوار ماشي البني، كاكاو نوعيه مليحه، ما ديريش هذاك النوار يجيك مر، وهذاك البني يعطيك بنه. ديري الكاكاو اللي يكون نوعيه شاب، كي تشميه يعطيك هذاك الكوش شباب. نجيب هنايا غير بالسباتيل بلا ما ندير فوي بلا، ونبقى ندخل في داك الكاكاو في ديك العجينه تاع الخليط تاعي عفوا. هنا راهي ناشفه شويه، غادي نروح نزيد لها حوالي مغرف تاع حليب. هنا كي تشوفوا شفتوها نشفت لكم، زيدوا غير مغرفه تاع حليب باش الخليط تاعكم كيما نقولوا يطلق لكم، ما يبقاش ناشف. ضربي غايه حتى تحصلي على واحد العجينه شوكولا. عجينتنا راهي واجده، نحطوها على جهه. نروحوا نجيبوا ليمون تاعنا. الليمون تاعنا بعد ما درناهم بالمارغرين ولا الزبده بلا ما نديروا لهم فرينه. ولي تبغي دير تسوبودري ليمون تاعها بالفرينه تخاف لا يسقولها، انا هادو مجربتهم ما يسقوليش، وانت لا خفتي يسقولك ديري فرينه. نعمر هنايا الليمون تاعي هادو، انا درت 10 ولكن تعمروا لي 9 بهذه الكميه، 9 تاع الحبات تاع الكيك. تشوفوا الحجم تاعهم يجي كما نقولوا يعمر العين، وثاني يجي شباب المنظر تاعك تحطيه كما نقولوا للضياف ولا لولادك ولا كما نقولوا لعائلتك كلها. نجيب هذاك الخليط اللي درته تاع الشوكولا، غادي نحط في الوسط كما هكذا، نحط شويه غير شويه في الوسط كاع، نحط فيهم كاع شويه. ودوك تشوفوا معايا بعد ما حطيت خليط الشوكولا
مع الفانيلا. نجيب هنايا عود شواء ولا انا ما وجدنيش غير بالخدمي اللي هو السكين، ودخلت فيه ديك الشوكولا دوك الخليط الاسود مع الخليط الابيض، خلطته شويه غير باش كي يطيب لي الكيك تاعي ما يجينيش كيما نقولوا غير في جهه، يجي كاع في الحبه تاع الكيك. هنا دوبت شويه تاع مارغرين درتها في الميكرون دوبتها، وعراني نحط في الخدمي تاعي في وسطها وندير خط في الوسط، ما توديش حتى للقاع تاع المول تاعك، غير من الفوق كي شغل ديري له خط كيما هكذا بالمارغرين ولا كيما نقولوا الزبده اللي عندك، ديري هذاك الخط هكذا باش يعطيك هذيك التشققات، يعطيها لك ويجيك طالع ويجيك شباب. ودوك تشوفوه معايا كي يطيب ما شاء الله، يجي روعه، يجي روعه بناتي وخوتاتي. هذا الكيك تدوه لحبابكم، تدوه لمناسبات، خرجاتكم، يجي روعه. شوفوا هنا كي جا طالع وجا مشقق ولا اروع. طاب لي الكيك تاعي، شعلت له من التحت، ديجا كنت شاعله الفرن تاعي كي دخلت البلان تاعي في الكوشه، ومن بعد شعلت له من الفوق غير شويه حمار لي. هذا هو طيبته من التحت من الفوق بناتي وخواتاتي. هنا خليته شويه تفالي باش يديمولا خف ما يشد ما والو، وراني نديمولي فيه كيما هكذا. شوفوا جا ما شاء الله، جا يشهي غير كيما هكا، وتاكليه بلا تزيين. اللي عندها ولادها صغار وكل شيء ما تزينه ما ولو ديره لهم، سيرتو راه جايه القرايه وكل شيء، تنجمي ديري لهم حتى تصبيره يدوه معاهم، خير ما يشرو هذيك الحلويات تاع برا اللي ما عرفتوهاش مش مصنوعه. عندي شويه تاع كونفيتير تاع مشماش، درته تاني في الميكرووند، حميته طلق شويه بما يقعدش جامد، وجبت البانسو تاعي وراني ندير في الوجه هكذا باش يعطيني هذيك لابغيونس تاع الكيك. واللي ما عندهاش الكونفيتير دير لا جولي، ندير له كاع كيما هكا في الوجه تاعه. ومن بعد هنا التزيين يبقى اختياري، كل وحده واش ما بغات تزين الكيك تاعها. كيما شفتوا معايا درت لا كونفيتير في الوجه كيما قلت لكم، ولا لا جولي، ولا انتم الاختيار لكم، ما كاش خلوه هكذا، قلتها لكم ونعاود نقولها لكم. جبت هنايا عندي لوز ايفيلي، ولا كان عندك كوكا، وكان عندك نواط، اللي كان عندك زينيه به، ما بغيتيش خليه هكذا يجي تاني روعه. درت له هكا شويه تاع اللوز كان عندي، حمصته وحطيته فوق كيما هكا، وجبت هنايا السكر ودردرت عليه شويه كيما هكا سبودريته. هنا راني كيما نقولوا مانيش مسرعه على فيديو، راني متقلتها باش يبان لكم المنظر تاعها الروعه. شباب منظر ولا اروع. تنجمي حتى تديه كيما نقولوا تكوني غاديه ضيفه، ولا تكوني ولا يجوك يقول لك الضياف رانا جايين، وديريه على غفله يوجد لك ليه في وقفه وانت درتيه. نكمل على هذا الشكل كيما هكا، وان شاء الله تعجبكم وصفتي تاع اليوم وديروها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. هذا هو الكيك تاعنا اللي زيناه مع بعض. شوفوا كي خرج في قمه الروعه، لا شكلا مذاقا. شباب بزاف جربوه الشيرات ما غاديش تندموا. نفتح لكم حبه من الداخل تشوفوا كيفاش جا مقطن، جا هشيش ماشي مدكس. نتمنى وصفتي تعجبكم وتنال رضاكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه اخرى ان شاء الله.